فاكر لما دكتور يحيى في فيلم الفيل الازرق لما خد الحبايه؟ المشهد ده مش مجرد خيال سينمائي، المشهد ده ممكن يحصل فعلا مع اقوى ماده مهلوسه في العالم. الماده دي اسمها الدي ام تي. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالى نعرف ايه حبايه الدي ام تي. الدي ام تي ده ببساطه دي ماده كيميائيه شبيهه جدا بالسيروتونين اللي هو هرمون المزاج. يعني في جسمنا الماده دي مسؤوله عن سعادتك وتنظيم حالتك النفسيه، بس الدي ام تي مختلف شويتين. تخيل ماده موجوده بشكل طبيعي في النباتات والفطريات وحتى في اجسام بعض الحيوانات، وممكن جسمك يفرزها وقت ما انت نايم في الاحلام. والمفاجاه ان الماده دي موجوده من زمان جدا، ولحد ما بقت بتتعمل في المعامل. يعني في العصور القديمه في حضارات الامازون زي الشابو، ودي حضاره اثريه من العصر الحجري الحديث في منطقه شمال غرب الصين، والاشوار، ودي حضاره كان موقعها ما بين نهرين دجله والفرات اللي هما دلوقتي العراق وسوريا وتركيا. المهم ان الحضارات دي استخدمت الدي ام تي من زمان كمشروب روحي، وكانوا بيسموها ايواسكا، وده طبعا كانوا بيشربوه علشان يعملوا دماغ، وكان تأثيره بيوصل ل10 ساعات. ونروح للقرن العشرين سنة 1931 وتم تصنيعها لأول مرة في بريطانيا على يد الكيميائي